السلام عليكم. النهاردة هنحضر سوا تالت فكرة من أفكار اللانش بوكس، وأكيد على مبدأنا نفس الحاجات اللي كنا بنستعملها في السندوتشات بس هنقدمها بطرق مختلفة. أول حاجة هنجهز سوا سلطة اللانشون، هنستعمل فيها أي نوع لانشون. عندي لانشون فراخ، لانشون لحمة، تركي مدخن، أي كان نوع اللانشون اللي عندي هينفع. أنا استعملت هنا سوسيس وشويته واستعملت لانشون فراخ واستعملت لانشون لحمة، كان كمان معانا قطع جبنة شيدر. تاني حاجة هنستعمل فلفل ألوان. أنا كان عندي فلفل أحمر، كان عندي فلفل أصفر، لو كان عندك فلفل أخضر كمان كان ممكن تحطيه برضو، طعمه لذيذ جدا. بعدين هنبدأ نضيف جبنة كريمي. لو عندك جبنة كريمي اللي هي بتكون في البرطمانات مفيش مشكلة، عندك جبنة كيري المربعات دي مفيش مشكلة، أيا كان. يعني الكيس اللي أنا حطيته ده بمقدار 3 مربعات من الجبنة الكيري اللي هي المربعات. بعد كده بحط يعني سنة بابريكا، ولو انا بعملها الاطفال مش هحط شطة. لو انا بعملها لانش بوكس ليا للشغل او لحد كبير يعني، يبقى ممكن احط شوية شطة صغيرين عشان خاطر برضو ايه ما تبقاش حراقة قوي، احنا عايزينها بس تبقى حامية سنة. هبدأ اقلب كويس قوي قوي لحد ما اتأكد ان المزيج كله اختلط مع بعضه، وبس كده بتبقى طعمها لذيذ قوي وكريمي جدا، وكبير او صغير ايا كان انت بتعمليها مين هيحبها، صدقيني لذيذه قوي قوي قوي. بعدين تاني خطوه بقى العيش التوست. العيش التوست انا هحمصه بس من جنب واحد بس، الجنب اللي هو جوه اللي انا هحط عليه السلطه بتاعتي هو اللي هيبقى متحمص عشان ما يشربش الجبنه وما يشربش الصوص الكريمي اللي جوه ده، والاقي ان السلطه بتاعتي ناشفه في الاخر. فدايما لما هنعمل حاجه فيها صوصات او كده بنحمص العيش من جوه. وانا هنا الاول غلطت وحطيته ان الجنب المتحمص حطيته فوق، بس هو المفروض يكون تحت. انا بعد كده عدلتها قبل ما احطها في الساندوتش ميكر. لو عندك ساندوتش ميكر هنبدا نحط فيه، نمسحه مسحه زبده ونبدا نحمص العيش فيه. ما عندكش ساندوتش ميكر عادي جدا في الطاسه، ونحط عليها حاجه تقيله شويه بس عشان خاطر تضغط الساندوتش بتاعي. شوفي بقى قد ايه طلع لونه جميل وطلع كراستد قوي كده وطري من جوه، جوسي قوي. بصي تحفه صدقيني، ولادك هيحبوه. انت لو بتعمليه نفسك للشغل هتحبيه، بتعمليه لجوزك هيحبه، ايا كان انت بتعمليه للفطار او للشغل او اللانش بوكس هيبقى تحفه. بصي كولرفول جدا، يعني ملفت قوي للاطفال. اهم حاجه زي ما قلنا قبل كده، الساندوتشات لما تكون قطعتين كده الفها كويس عشان خاطر اتاكد ان هي ما تتفتحش في اللانش بوكس وتبهدل الدنيا. ده من ناحيه. من ناحيه تانية برضو لما بكون عامله ساندوتش في ساندوتش ميكر او محمصاه بطريقه ما، يعني بكون عايزه الفه كويس عشان ما يوصلش لمرحله ان هو ينشف، يعني يفضل كراستد بس ما يكونش ناشف جامد. فانا دايما بحب الف الساندوتشات كده كويس واحطها في اللانش بوكس وهي ملفوفه. وأكيد طبعا زي ما احنا متعودين something sweet, something salty, something crunchy and something healthy. حطينا الساندوتشات، حطينا الهيلثي، حطينا فاكهة، المرة دي حطيت عنب. الكرانشي حطينا بيك رولز. طبعا زي ما قلنا دايما نفضل الحاجات السناكس اللي بنحطها تكون محمصة مخبوزة مش فرايد. something sweet هيكون باستا فلورا. طبعا هتلاقي طريقة الباستا فلورا موجودة في قائمة تحضيرات المدارس على قناتي، بصي عليها هتبقى حلوة قوي وصدقيني هتعجبك جدا جدا جدا، لذيذة خالص، طرية ومقرمشة في نفس الوقت، حاجة تحفة. بس كده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.